للداتا اللي موجوده عندي. الداتا اللي موجوده عندي كده انا مش عارف اقرا فيها اي حاجه، ولكن انا بعد ما اعمل لها الملخص بتاعي اكيد ابقى فاهم كل حاجه. يعني انا دلوقتي عايز اعرف المنتجات اللي عندي دي كلها، اي اكتر منتج اتباع عندي مش عارف. عايز اعرف مين اكتر سيلز راب باع مش عارف. عايز اعرف هل انا منتجاتي في 2014 و2015 و2016 انهي سنه كانت محققه اعلى ربح مش عارف. فانا هضطر اعمل الملخص للداتا دي كلها عن طريق الاداه اللي هي اسمها بيفت تيبل. بخش من عند قائمه انسيرت وبختار البيفت تيبل، يبدا يجي لي القائمه دي. القائمه دي بتدل على ايه؟ هتسمي اسم الايه؟ الجدول عندي موجود اهو، اسم الجدول. هنا بيقول لي هل انت عايزه في شيت جديد ولا انت محتاجه في مكان تاني انت تختاره. فانا بقول له خلاص خلينا في ايه؟ في شيت جديد. اما رحت شيت جديد جالي المنظر ده كده. المنظر ده كده ان كل الرئيسيه اللي كانت موجوده فوق جات لي بالمنظر ده كده. طيب انا زي ما قلت لكم من الاول لازم ابقى انا عارف ايه محتاج ايه. اول حاجه. تاني حاجه لازم ابقى محتاج اعرف الداتا عندي ايه هو التاريخ وايه هو الوقت وايه هو التكست وايه هو الفاليو. كل ده عشان خاطر ابقى عارف انا هشتغل ازاي. يعني مثلا عندي كان البرايس ده هنا كده كان فاليو، المفروض ان انا لما اعلم عليه علامه صح يروح فين؟ يروح على الفاليو. لما اروح عند المنتجات دي كده اعلم عليها صح المفروض هتروح فين؟ هتروح عند الرو. طب لما اعلم على المنتجات واعلم على الفاليو فجالي الرقم ده كده. قال لي دي كل المنتجات وكل منتج منها ده الرقم اللي اتباع بيها المنتجات دي كلها وده اجمالي البيع. طيب عشان خاطر نخلي الكلام ده كده ابدا اشوفه بمظهر احسن من كده، بدل ما انا مش شايفه هم الافات ولا مئات ولا الوف، بروح عند قائمه هوم وبختار علامه الايه؟ الفاصله عشان خاطر برضه ايه بالظبط كده. تمام. عشان خاطر ارتب المنتجات دي من الاقل للاعلى بقف فين؟ عند المنتجات ولا بقف عند الارقام؟ عند المنتجات. لو انا عايز ارتب اسماء المنتجات من A to Z بقف عند المنتجات، لكن انا لو عايز ارتب الارقام من الصغير للكبير او من الكبير للصغير بقف عند الارقام. كليك يمين وبدوس سورت وبختار ايه؟ من الكبير للصغير عشان ابقى عايز اعرف الكبير ايه والصغير. عايز اخد نسخه من البيفت تيبل ده كده اعمل ايه؟ كنترول ايه؟ كنترول ايه بيحدد لي البيفت تيبل كله، كنترول سي وكنترول ايه؟ في. عايز احدد اعلى 8 منتجات اتباعت، كنترول كليك يمين. كليك يمين هنا ولا هنا؟ لا على المنتجات. على المنتجات كليك يمين وبروح عند فلتر توب وبروح عند 10 توب 10 وبقول ايه؟ اعلى 5 حاجات اتباعت وبدوس اوكي. قال لي دول اعلى كام؟ 5 منتجات اتباعت. انا كده يعتبر خلصت. محتاج ان انا اخلي حاجه برضو عندي للتاريخ، كنترول سي وكنترول في، وببدا اشيل المنتجات عندي وبحط الايه؟ التواريخ اللي هي الديت. لما حطيت الديت ايه اللي حصل هنا؟ جاب لي التاريخ كله. انا مش عايز التاريخ، انا عايزهم كشهور. جاب لي كده كشهور، مش عايزهم كشهور، عايزهم كسنين فجابهم لي كسنين. سنين هنا اعلى سنه بعنا فيها كانت كام؟ مش عارف، فاقوم كليك يمين واقول له سورت رتبهم لي من الكبير للصغير. اعلى سنه هنا عندي بعت فيها كانت كام؟ كانت 2015. خلصت كده كل اللي انا محتاجه. محتاج دلوقتي كده ان انا اعمل ريموت كنترول يبدا يعمل لي فلاتر. وعشان اعمل ريموت كنترول بقف عند البيفت تيبل انالايز وبروح فين يا عم محروس؟ بروح عند انسيرت سلايسر واختار من المنتجات او اختار المناطق وبدوس اوكي. جالي الاثنين جنب بعض. اخلي عندي هنا المناطق وهنا الصفحه دي كلها خاصه بالسيتنج بتاعت السلايسر. ممكن هنا اخليه بدل ما كولم واحد اخليهم 2 واخد السلايسر الثاني. ممكن اعمله 2، ممكن اعمله 3، ممكن اعمله 10 براحتي على حسب احتياجي. تمام كده خلاص الريموت عندي جاهز ان انا اشتغل. لو انا حبيت اشوف اسماعيليه عملت قد ايه فقالت لي السنين بس، الباقي كله ما اتحركش معايا. ما اتحركش معايا ليه؟ محتاجين ان انا اربطهم ببعض. تمام. بقف هنا كده وبروح عند السلايسر وبعد كده يا مروه اروح ايه؟ ريبورت كونكشن وببدا اعلم صح على ايه؟ كلهم تمام. عشان الريموت يشتغل معايا. المفروض كده كله يشتغل معايا.
انا كل ده مش عندي، كل ده قديم. تمام، بدوس اوكي، المفروض ان كله كده يشتغل ايه معايا. طيب نعرف بس البيفت تيبل ده اسمه ايه. البيفت تيبل رقم كام؟ 1. وده البيفت تيبل رقم كام؟ 2. وده البيفت تيبل رقم كام؟ 3. 3. فانا ممكن اجي اقول له هنا بيفت تيبل رقم 1 و2 و3 هما بس اللي اعمل لهم ايه ربط. هو دلوقتي رابط 3، فانا هربط معايا 1 و2 وادوس اوكي. اما اقول له اسماعيليه بدات تشتغل معايا، اما اسوان اشتغلت معايا، مطروح نفس القصه. تمام. لما انا اقول اسكندريه، فاعلى منتج اشتغل في اسكندريه كان ايه؟ اريال، وكانت اعلى نسبه مبيعات في 2000 وكام؟ في 2016. لما انا بقول الاقصر كانت اعلى منتج عندي اتباع كان ايه؟ كان طيب. لما اقول الشرقيه كان اعلى منتج اتباع معايا كان فين؟ اريال. كان اريال، وكانت اعلى سنه في بيع فيه كانت فين؟ 2015. لما اقول مطروح